يا مساء الفل. النهارده هنعمل كشري مش زي بقى بتاع المحلات، احلى كمان من بتاع المحلات. هقول لكم ازاي البصل يطلع مقرمش ويطلع حلو كده، والصلصه طبعا بتاعته الخطيره. هقول لكم ازاي. اول حاجه، هو الكشري بتاع المحلات ما بيعجبناش غير علشان حاجتين: علشان تقطيعه البصل وعلشان الصلصه بتاعته بتبقى بتبقى مختلف. اول حاجه الصلصه بتاعته هما بيعملوها طبعا بتومه، ما بيعملوهاش ببصل. دلوقتي انا جبت تومه وشوحتها، وكنت ضاربه حوالي كيلو طماطم. ما تكتروش الميه في الطماطم علشان تعرف تتسبك. والتومه كده بعد ما حمرت، قمت دلقه الطماطم بتاعتي، وابتديت ان انا اقلب فيها واسيبها بقى لغايه لما تتسبك. لو عايزينها تحمر، ممكن تحطوا معلقتين صلصه كده او 3 ولا حاجه، تحمر لي اللون ده بقى، لونها بعد ما اتسبكت واستوت. طبعا انا حطيت البهارات بتاعتي، الملح والفلفل بس. كده كده انا هعمل شطه على جنب. شايفين بقى القوام بتاعها تقيل ازاي، ونفس صدقوني بتاعت بره بالظبط لو عملتوها بالطريقه ديت. انما لو عملتوها بالبصل، الطعم كمان هيبقى مختلف. هما بيحطوا عليها توم. طيب تقطيعة البصل ازاي؟ اللي هما بيقولوا عليه تقلية. هنقطعه بالشكل دوت، شرايح كده او جوانح زي ما بيقولوا. وبعد كده هنقطع الكمية بتاعتنا بقى، حوالي كده 4 5 بصلات كبار، وهقطعهم وافرطهم كده من بعض. واقوم جايبة الزيت بتاعي الغزير. دلوقتي انا جبت العيش قطعته برضو كده، هقطعه شرايح. بعد ما جبت بقى البصل بتاعي، حطيت عليه شوية ملح وفلفل وايه وقمت حط عليه رشة نشا. النشا هي اللي هتخليه ينفش. وقطعت بقى زي ما انتوا شايفين كده. العيش بتاعي ده عيش شامي، زي العيش بتاعهم بالظبط. وجبت بقى، كنت سلقه المكرونه، سلقت انا كان عندي مكرونه صغيره ومكرونه اسباجيتي. وده الرز بتاعي، الرز السهل العادي، يعني اللي هو رز بزيت كده بشعريه. قلبته الشعريه في الزيت. بعد كده قمت زايده عليها الرز والمكرونه. طبعا سلقتها، مفيش اسهل من المكرونه، اسهل من سلقه المكرونه. وده برضو عدس كنت انا سلقاه، سلقيه في شويه ميه، وهيبقى معاكي زي الفل. مش محتاجه بقى ان انتي تنقعيه وكده، هو نص ساعه بالظبط وهيتهري معاكوا زي ما انتوا شايفين كده. وقمت حطاهم كلهم في حله واحده. وبعد كده جبت كميه البصل اللي عندي كلها وارميها على طول في الزيت. وطول ما انتي ماشيه قلبي. بعد كده قمت راميه برضو بعديها العيش بتاعي. وفي طاسه بقى جبت شويه زيت، دي شطه الزيت خلوا بالكم. قمت جايبه شويه زيت وحطيت فيهم قد 3 4 معالق شطه كده. وقمت فضلت احرك احرك اقلب عليهم كده في النار لغايه لما احس ان هي ان الزيت سخن معايا. اول لما احس ان الزيت سخن، هتشها جنبي بشويه من الصلصه اللي انا عملتها. صحيح نسيت اقول لكم، هما ساعات بيحطوا على الصلصه خل، انا ما رضيتش احط عليها خل علشان ما تحماش، يعني ما تبقاش احس انها حاميه كده. وابتديت ان انا اقلب الشطه بتاعتي كده وكده. خلاص الشطه بتاعتي بقى ممكن تعبوها في برطمانات او حاجه، او طبق تبقى جاهزه معانا. وده طبق الكشري. طبعا كنت سلقه حمص حطيته عليه. مش قادره اقول لكم بجد طعمه رائع، احسن كمان من بتاع المحلات. هستنى سبسكرايب وتعليقاتكم كومنتاتكم. باي باي.